كتكون جالس في القسم منتبه مع الاستاذ ورد بالك للشرح مزيان، ولكن اون فوا كتخرج من القسم وكتمشي للدار كتلقى راسك ما بقيتي عاقل على والو ولا نسيتي الاغلبيه ديال المعلومات. وفاش كتمشي دوز شي امتحان كتلقى راسك الناس كيكتبوا وانت كتدور في عينيك على الله تسترجع شي حاجه من داكشي اللي متاكد انك قريتيه، ولا تقدر تكون كاع رجعتي ليه مزيان، ولكن غير كتوصل للحظه اللي كيخصك تسترجع فيها المعلومات اللي عندك كلشي كيمشي وكتلقى راسك ما قدرتي تفكر حتى حاجه. اولا الا كان كيوقع لك فحال هكا عرف راسك بلي راك ماشي بوحدك اللي كيوقع ليه هذا البلان. خلونا نعرفوا فين كاين المشكل، واش في الطريقه اللي كتحفظ بها او لا عندك شي خلل ولا شي حاجه في الدماغ ديالك. والصراحه ما كنرشحش لكم هذا الاحتمال الثاني. الموضوع ديالنا اليوم على تقويه الذاكره، كيفاش تحفظ بالزربه وكيفاش تبقى عاقل على اي حاجه قريتيها. داكشي علاش خليونا نبداو. اول حاجه خليونا نعرفوا علاش كنساو وشنو كاين من وراء هاد الظاهره ديال النسيان. علاش كنساو ملي كنقراو شي كتاب ولا ملي كنسمعوا شي فيديو ولا ملي كنكونوا داخل القسم؟ وباش نجاوبوا على هاد السؤال كيخصنا نفهموا الذاكره ديال الدماغ ديالنا كيفاش كتخدم، كيفاش كتخزن المعلومات وكيفاش تقدر تسترجعهم في الوقت اللي كتحتاجهم. ببساطه الدماغ ديالنا عنده جوج ديال الانواع ديال الذاكره: The short term memory الذاكرة المؤقتة و The long term memory الذاكرة طويلة الأمد ولا الذاكرة الدائمة. هادشي بلا ما نتعمقوا أكثر في الذاكرة المرئية والذاكرة الحسية إلى آخره، حيت هاد الجوج اللي ذكرت لكم هما علاش داير الفيلم كامل. المهم شنو هي هاد الذاكرة المؤقتة؟ كيفاش كتخدم ولا ايش كتصلح؟ واش عندها شي دور مهم ولا غير زايدة وصافي؟ باش نقدروا نفهموا هاد الذاكره المؤقته مزيان غنعطيكم واحد المثال بسيط بزاف. دابا انت ولا انت اللي كتفرج في هاد الفيديو غتكون اما كتفرج من التليفون او لا من البيسي. الدماغ ديال هاد البيسي ولا التليفون فيه واحد جوج حوايج مهمين بزاف وضروري ما غتكون فايت ليك سمعتي بهم، اللي هما الرام والستوكاج. الرام كتعني الراندوم اكسس ميموري الذاكره العشوائيه. تلينا كلشي مزيان. دابا في هاد الوقيته اللي انت كتفرج في هاد الفيديو كيدخلوا دي زانفورماسيون للتليفون ديالك، واخا التليفون ديالك كيستقبل بزاف ديال المعلومات ستوكاج ديال التليفون ما كيدخل ليه والو، يعني داكشي كيبقى غير في الذاكره العشوائيه وصافي. وملي صافي كيسالي الفيديو كتخرج داكشي كيتمسح وما كيبقاش كاع في التليفون. هكا كتخدم حتى الذاكره المؤقته ديالنا وكتلعب واحد الدور مهم في معالجه المعلومات، وداكشي اللي كيخاصو يبقى كيبقى وداكشي اللي خاصو يمشي كيمشي، حيت لوجيكمون ما بلانش كون ما كانش عندنا هاد الذاكره المؤقته. تخيل معايا تكون جالس حتى تفكر نهار الحد في ما عرفتش من عام شنو كنتي كدير مع 7 ديال العشيه وكاع التفاصيل اللي دوزتي هذاك النهار. الخلاصه من هادشي كامل هو ان دور الذاكره المؤقته هي انها تفلتري المعلومات اللي ما عندها حتى اهميه بالنسبه لك وما تخليهمش يدخلوا للذاكره الدائمه. وهاد الذاكره الدائمه وقت ما وقفتي عليها كتلقاها. تخيل معايا ان الذاكره ديالنا تقدر تخزن اكثر من 4.7 مليار كتاب وتبقى عاقل عليه بالتفاصيل ديالو. وثق بيا هذه راه دراسه علميه تقدر تيقن منها الا بغيتي. دابا فهمنا مزيان شنو كتعني الذاكره المؤقته والذاكره الدائمه، ولكن كيفاش نقدروا ندوزوا المعلومات ديالنا من الذاكره المؤقته للذاكره طويله الامد باش المعلومه اللي احتاجينا ليها نقدروا نرجعوا ليها بكل بساطه؟ واحد العالم ديال النفس بريطاني سميتو هيرمان إبنغهاوس، هذا العالم دار بزاف ديال البحوث والدراسات على الكيفيه اللي كتخدم بها الذاكره ديالنا في حفظ المعلومات، ومن بعد قدر يتوصل لهذا المنحنى اللي كتشوفوا قدامكم وسماه The Forgetting Curve منحنى النسيان. هذا المنحنى كيبين لنا الوقت اللي كتستغرق المعلومه في الذاكره ديالنا قبل ما الذاكره تمحيها بشكل تلقائي. تخيل معايا انه من بعد نهار واحد من الحفاظات اللي حفظتي واللي تقدر توصل لساعات كتكون نسيتي 67% من المعلومات، ونسبه المعلومات اللي بقيتي عاقل عليها كتشكل غير 33% صافي. هادشي بطبيعه الحال الا ما كنتيش كتستعمل هاد الطرق اللي غندويو عليهم من دابا شويه واللي غيخليوك تدوز المعلومات نيشان للذاكره طويله الامد. واخا طرق اللي صعاب شويه في الاول، ولكن هاد الطرق غيساعدوك تبقى عاقل على داكشي اللي مهم وغتبقى محافظ على 100% من نسبه المعلومات اللي حفظتي. والطريقه الاولى اللي غنبداو بها هي تهيئ الجو اللي غيساعدك على الحفظ بالزربه. دابا بنادم كيختلف من واحد لواحد، كاين اللي ما عندوش مشكل مع الصداع وكاين اللي غير الا تحركت شي حاجه ولو بسيطه كيرد ليها البال. فإلا ما هيئتيش البلاصه اللي غتحفظ فيها وكنتي مركز 100% مع داكشي اللي ناوي تحفظ فراك غير كتضيع الوقت وفي الاخير غتلقاك دوزتي واحد المده اللي طويله ولقيتي راسك ما عاقل على حتى حاجه. الحاجه الثانيه اللي تقدر ديرها باش تحفظ بالزربه هي تبعد على التليفون ديالك. ولكن تقدر تقول لي ما يمكنش نبعد على التليفون حيت هو باش كنحفظ. في هذه الحاله عندك خيار واحد،
هي انك تابليكي الفوكس مود في التليفون ديالك، وكنظن ما كاينش شي تليفون دابا ما فيهش هذا المود. وحتى الا ما لقيتيهش في تليفونك تقد تيليشارجيه من بلاي ستور عادي، ولكن انت كاع تيليشارجيتيه شنو غتستافد منه؟ الدور ديال هذا التطبيق هو انه يخليك مركز على الحاجه اللي كدير، ويبلوكي لك لي نوتيفيكاسيون اللي كتجيك من لي زابليكاسيون الاخرين بحال تيك توك، واتساب، فيسبوك والسوشيال ميديا بصفه عامه. وفاش غتكون كتفرج في يوتيوب ما غاديش تلها على داكشي اللي كدير. وهذه الطريقه اللي غنبارطاجي معكم دابا صراحه كنت كنديرها بزاف فاش كنت كنبغي نحفظ شي حاجه، ولا هي في بلاصه ما كنبقى كنقرا شي حاجه باش نحفظها كنت كنقراها بواحد الصوت اللي نقدر نسمعه، وفي نفس الوقت كنكتب داكشي اللي كنقول. هذه الطريقه ما لقيتهاش في الانترنت، ولكن كنت كنديرها ديما وكنت كنقدر نحفظ بها بالزربه. المهم انت ما خسر والو، جربها وشوف بعينيك واش غتنجح معاك ولا لا. ندوزو للطريقه الرابعه اللي غتخليك تحفظ اي حاجه بالزربه، وهنا غنرجعوا للعالم اللي ذكرنا قبيله، هيرمان ايبنغهاوس، اللي اكتشف واحد الطريقه اسمها spaced repetition، التكرار المتباعد. ولكن قبل ما تطبق هذه الطريقه كيخصك تعرف شنو الهدف ولا الغايه ديالك منها. نفترضوا مثلا عندك شي امتحان من هنا يومين، اذا غتحتاج تحفظ بالزربه حيت ما عندكش الوقت. كيفاش تطبق هذه الطريقه؟ من بعد ما تحفظ داكشي اللي بغيتي عاودو مباشره منين تسالي. هذا التكرار الاول، والتكرار الثاني غيكون من بعد الحفظ ب 15 ل 20 دقيقه، والتكرار الثالث غيكون من بعد 6 ل 8 ديال الساعات، والتكرار الاخر غيكون من بعد 24 ساعه. هذه الطريقه غديرها الا بغيتي تحفظ المعلومات غير لواحد المده قصيره، ولكن الا كنتي باغي تحتفظ بهم لواحد المده اللي طويله غيخصك تطبق هذه الطريقه الثانيه. التكرار الاول غيكون مباشره من بعد الحفظ، والتكرار الثاني غيكون من بعد 20 ل 30 دقيقه، والتكرار الثالث غيكون من بعد نهار، والتكرار الرابع غيكون من بعد 2 ل 3 ديال السيمانات، واخر تكرار غيكون من بعد 2 ل 3 الاشهر. هكا غتكون عطيتي ميساج للذاكره ديالك باللي هاد المعلومات مهمين وبغيتيهم لواحد المده طويله، والذاكره ديالك بلا شك غتستجب للطلب ديالك. هادو كانوا بعض الطرق اللي مثبتين علميا واللي غيساعدوك بزاف في الحفظ ديالك. حتى لهنا كيكون ساهل الفيديو، ما تنساش واحد لايك وواحد سبسكرايب الا كنتي جديد وكتشوف باللي استفدتي ولو غير شويه.